السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى كنت حطيت الوريقات ديال المتابعة ديال تبون وقريحة الجزائريين ولكن ما ثار انتباهي وهو عندما اعترفت إسرائيل بالصحراء المغربية بحكم أنني جندي متقاعد من الجيش المغربي، وأنا اللي قاتلت جنرال قريحة في أمقالة جوج. أنا كنقول أمام الملأ، أنا اللي قاتلت أنا والأصدقاء ديالي في الصحراء المغربية أمقالة جوج، واستولينا على الكاتبة ديال قريحة اللي كانت فيها 220 ديال الجنود الجزائريين ومخلطين، ما عرف منين جاب داك الكنوس. قتلنا فيهم 119 وصبرنا 101. اللي بغيت نشير ليه على ان كنشوف الجزائر كتعرض العضلات ديالها للحدود. حنا ما كنعرضوش العضلات ديالنا، حنا الدق والسكات. وانتم كتشوفوا المغرب شنو حقق في كأس العالم، وشنو حقق في كأس افريقيا، والبنية التحتية ديال البلاد. والصحراء المغربية ماشي الغربية، الصحراء المغربية فتطوى الملف ديالها لصالح المغرب. والصحراء الشرقية احنا جايين ليها لانني انا جندي متقاعد من الجيش المغربي، وكنوصل هذه الرسالة لكل الجزائريين. خاوة ما كايناش. عرفتوا علاش؟ لان منين الحكومة الجزائرية شعلت فيها العافية، شعلت فيها العافية منين إسرائيل اعترفت بالصحراء المغربية، تبون وقريحة والجزائريين ما عجبهمش الحال. بالله عليكم يا الفقهاء الجزائريين، بالله عليكم يا العلماء الجزائريين، بالله عليكم يا المؤسسات أصحاب القرار والتعليم والتطبيب الجزائري والنقل الجزائري وجميع المؤسسات والشعب الجزائري، كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله في الشعب الجزائري أنه ينافق. علاش؟ إسرائيل اعترفت بالصحراء المغربية، وانتوما علاش ما اعترفتوش بالصحراء المغربية؟ راه انتوما أولى بالمغرب من إسرائيل. شوف دولة ماشي مسلمة كما في المنظور ديالكم، دولة ماشي مسلمة ورغم أنه ما كتشهدش بالنبي، ماشي مسلمة واعترفت بالصحراء مغربية أصلا باء عن جد. يعني شوف نتوما جبرنا الخير في إسرائيل وما جبرناش الخير فيكم يا المشهدين المنافقين، يا الشياطين في قبوركم. انتوما ما عندكمش الحضارة الدينية، عندكم التدين، والتدين وهو الصلاة والصوم والحج والله أكبر الله أكبر، ولكن الشياطينين في قبوركم وعلى رأسكم التبون والشارف أكثر مني ديال القريحة. يعني جبرنا الخير حنا كمسلمين، جبرنا الخير في إسرائيل وجبرنا الخير في النصارى واليهود. عرفتي علاش؟ الحجة القاطعة والثابتة في حق ما أقوله، وهو طردتوا 45,000 مواطن مغربي من الجزائر، خوتكم مسلمين، وفرقتوا الراجل مع المرأة ديالو، وفرقتوا المرأة مع الراجل ديالها، يعني وفرقتوا الرضيع مع الأم ديالو، فرقتوا الرضيع الدري كيرضع في الأم ديالو، حيدتوه من الأم ديالو وحطيتوهم في الحوض ديال الوجدة حفيانين نهار عيد الكبير. انتم مسلمين، انتم خاوة، انتم خزيت، انتم تفو الجزائريين الخناز، يا الكلاب الضالة اللي حار الامر ديالي فيه، وهو ميكروب ماشي ماكرو، ميكروب. الجزائر الفرنسيين استنكحوا النساء ديالكم، الفرنسيين كلهم نكحوا النساء الجزائريات المسلمات العربيات الحفيفات، نكحوهم وكلهم اغتصبوهم وقتلوا فيكم 1.5 مليون حمار، ماشي شهيد، قتلوا فيكم 1.5 مليون حمار. وباقي الفرنسي الكبير ولاد الفرنسي تبون الخنز كيعنق ميكروب
وكاينين بالحاسه المنبطحين الفرنسيين المزورين الجزائريين المزورين، ومسيو ماكرو وماكرو والفيزا الفيزا والفيزا الماكرو كأس افريقيا. خلصوا ماكرو الحكم المكسيكي، خلصوا من البترول الجزائر. كأس افريقيا المكالمات السريه اللي جرات ما بين الحكم المكسيكي اللي حكم مقابله ما بين المغرب وفرنسا، خلصها ميكروب، خلصها من الثروه الجزائريه وعطاه الشيك تبون. والجزائر عمركم ما غتشوفوا النهار البيض مع المغرب في المستقبل ان شاء الله. غنوصيو ولادنا، والحمد لله العالم كامل عارف بان الدوله التي تكن العداوه الخايبه للمغرب وهي الجزائر. ولكن ستر على هادي، يكون عندك الصواريخ، لان انا كنعرف المقاتلين، كنعرف شكون هما الجزائريين. وانا كنقول لك قاتلت بوزبال ديالكم في الصحراء المغربيه، الصحراء كلها قاتلت فيها. فيما كيبغي شي بوزبال يدير شي حاجه راه كنقدروا الامور ديالو. وانا خليت رجال مدربين مقادين حافظين السماء والارض، قارين الشمال واليمن، انفت يشم كيبغي يدير شي حاجه. ديك الجنود اللي مرابطين على الحزام الامني، وتحيه للجنود المغاربه. انا اتكلم بحجه والدليل. غير اللي بغيت نقول لك السي تبون الجيش الجزائري وداك خوا الاقمار الصناعيه ديال المغرب، النمله الا تحركت في الجزائر كنعرفوها فين كاينه. غير هي باقا الساعه ما وصلتش. نعطيك واحد المثال. اشنو هو؟ محمد الخامس خرج الاستعمار المغربي، عفوا خرج الاستعمار الفرنسي من المغرب وسلق المغرب ولله الحمد. الحسن الثاني باني السدود وخرج المستعمر الاسباني من الصحراء المغربيه وتطوى الملك ديالها. محمد السادس البنيه التحتيه، القطار سميتو تي جي في، البنيه التحتيه، المغرب ولا احسن من اوروبا. دابا غيجي الدور ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال الحسن ولي العهد الحالي. الصحراء الشرقيه جزء لا يتجزأ من ارض المغرب. اقسم لكم بالله الصحراء الشرقيه يحتاج ديال المغرب. واخا نفناو، واخا ما يبقى حتى شي واحد، المهم ما تبقاوش انكم تقولوا المروك المروك المروك. هذه الكلمات المروك غنحيدوها منكم. وانا عاد كنتحمل شنو كنقول وعارف اش كنقول. الصحراء الشرقيه بدا حسب سطر تندوف، جبيلات ومجبيلات، غردايه، قسطنطينه، سطيف، مغنيه. يعني الحدود غتمدد، غتهود الحدود من شرق السعيديه حتى نيجيريا. اما فيما يتعلق بالتهديدات، الحزاق ما كيفكش من الموت. حزاقة تبون والجزائريين كلكم حماق. لان راه ما يمكنش شي استعمار اللي استعمر العثمانيين استعمركم 4000 ولا 400 عام. فرنسا استعمرتكم 132 عام، ويلا هذه 60 عام باش استقليتوا. راه ما غتكونوش في القناه ديالكم، في الصحه ديالكم، في العقليه ديالكم. دائما المروك. نعاودها لك مره اخرى. اما فيما يتعلق التطبيع ابو زبال الجزائري على ان الرسول عليه الصلاه والسلام طبع مع قريش. لو كانت شي حاجه ما غترضاش الله ما غيديرهاش الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول طبع مع قريش، المغرب طبع مع اسرائيل. علاش؟ لان لقينا الخير في اسرائيل كتقول عاش الملك، والحجه قاطعه الثابته على ان اسرائيل او النصارى او اليهود او الكفار كلهم خالقين منين؟ من ادم. ولكن هما في الوقت الحالي راهم احسن منك الجزائري كما بغى يكون نوعك، احسن منك بالنسبه للمغرب. اسبانيا ما تردتناش المغاربه، المانيا ما تردتناش المغاربه، اسرائيل ما تردتناش المغاربه. العالم كامل كيعيشوا فيه المغاربه، وعمر شي دوله
ما تبهدلت وتخرفست وهزت المغاربه من الارض ديالها وجابتهم من الحدود نهار العيد الكبير حتى لكم نتوما. طردتوا 45,000 مواطن مغربي من الجزائر وجبروا الخير في هاد الدول، وما جبرناش فيكم الخير يا المنبطحين يا ولاد فرنسا، يا ولاد فرنسا. الفرنساويين نكحوا لكم النساء ديالكم، العثمانيين نكحوا لكم النساء ديالكم. فرنسا قتلت فيكم 1.5 حمار ماشي شهيد، قتلت فيكم 1.5 مليون، وهكذاك باقين جماجم. اسمع ابو زبال اللي كتهضر طرطق عينيك كيما بغيت تكون لعب، كيما بغيت تكون، كيف ما بغيت تكون. الجماجم ديال الحمير ديال الجزائريين راه حاسبه فرنسا كدير بهم التجاره داك المتاحف السياحيه ديالها. جيب غير هادوك لا حيط البراق بناسي الهواري بومدين لقطوا حجره حجره نمشيو ندافعوا ونجيبوا الصور. كلكم حماق، الجزائريين كلشي حماق على وعسى، ولكن قرب الله عز وجل عطاكم داك الشيء اللي كيخصكم تستحقوه، اللي هي فيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم.